علاج السرطان في متناولنا شعار اليوم العالمي للسرطان لهذه السنة. داء يتطلب القوة والعزيمة والالتزام بحصص العلاج التي تكون غالبا طويلة منهكة ومكلفة. الزميلة سميرة الفزازي تقاوم داء السرطان بصبر وبتفاؤل. نتابع هذا البورتريه الذي أعدته زكية بالقاس بكاميرا عبد الهادي سكيوي. ليلة اليوم بباقي المناطق. بينما بالنسبة عبر إطلالتها اليومية تطلعنا عن حالة الطقس وتقلبات الجو. سميرة اليوم تعيش هذه التقلبات في حياتها بعدما فاجأها مرض السرطان. يأخذها مد الألم وتبقي جزر الأمل حاضرا. الأمل لا تخطئه العين في محيا سميرة. استقبلتنا بابتسامتها المعهودة تعلمنا مع الإخوة التقنيين وبمهارة من وقف أمام الكاميرا لمدة 25 سنة تكلفت بوضع الميكروفون لتحكي. هي تجربة قوية أولا، تعلمت منها أولا قوة الصبر. كيخليك هذا المرض أو هذا الابتلاء كتوضع أسئلة كثيرة في حياتك، لأنك تعيد النظر في الحياة ديالك، كتولي كتوضع أسئلة ربما قبل ما كنتش كتوضعها. المستقبل كتشوف له بواحد النظرة مغايرة، لأنك كتولي كتشوف كتعيش اللحظة. واللحظات العصيبة في هذه المحنة خفف من ثقلها حب الناس ودعم الأصدقاء والزملاء. اكتشفت الحب ديال الناس، الأصدقاء. كاين أصدقاء اللي كانوا مجرد رفقاء العمل اللي ما كنتش كنظن أن ديك المحبة كانوا كيكنوها لي. كان واجب عليا، ماشي أنني أنا راهني لأنه صديقة، ولكن كان واجب عليا، لأنه من غير حنا صديقات حنا أخوات، حنا عشرة عمر، عشرة ديال 27 عام و 28 عام راه ماشي سهلة. عمليتان جراحيتان وحصص كثيرة من العلاج الكيماوي خضعت لهما سميرة طيلة سنتين كانت فيهما تتابع عن كثب آخر مستجدات علاج السرطان. كاين واحد التطورات تقنيه بالنسبه للجراحه والتقنيه بالنسبه للعلاج بالاشعه، وكاين ادويه اللي هي جديده اللي هي كتمشي تقصد ذاك الورم او ذاك الخلل اللي في ذاك الورم، فهذا كله كيبشر بالخير. بإقبال على الحياة وقوة لمواجهة مرض السرطان، سميرة استأنفت عملها منذ ما يزيد عن سنة، بعيدا عن الشاشة لكن بنفس الأمل والعطاء. المرض ما كيعرقلناش الحياة، المرض كيخلينا نستمروا بالرغم من فعلا العواقب ديال داك الدواء اللي هو صعيب. ملي في الوقت كنحسوا براسنا مزيان الواحد يباشر العمل ديالو، يعيش حياته الطبيعية. سميرة تخبرنا اليوم أن توقعات الغد تنبئ بطقس جميل وسماء خالية من الغيوم.